السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى والعيد الكبير. يعني من أهم وصفاته صينية الرقاق. دي بتكون وصفة أساسية معانا في العيد الكبير. هنتعلم نعمله مع بعض بكل سهولة زي بتاع بره وأحسن كمان. شايفين الشفافية بتاعة الرقاق؟ ايدي باينة منه ازاي وطري جدا. هوريهولكوا دلوقتي وهنعمله بشوية دقيق وشوية مية بس. طريقة سهلة وبسيطة تحضريه يعني في 10 دقايق كده وانت واقفة. هنعمله على البوتاجاز واحنا واقفين، وبالاربع رقات ما شاء الله كده على بعض، ومش مش بيلزقوا في بعض وبيفكوا بكل سهولة زي ما شفتوا معايا في اول الفيديو. يلا بينا بقى نبدأ ونشوف الطريقة بتاعتنا عاملة ازاي. نسيت اقولك ان مش بس هتحتاجيه او هتعملي بيه صينيه الرقاق باللحمه، الرقاق باللحمه المفرومه، بس ده كمان ممكن تشيليه كده وتخزنيه في الفريزر. بينفع معاكي سندوتشات، بينفع تعملي بيه الشاورما السوري، بيخش معاكي في حاجات كتير جدا. ممكن تعملي بيه الكريب عادي جدا، هتحشيه كده وتطبقيه مثلث زي الكريبه، بيكون برضو طعمه تحفه. هتعمليه كده زي ما هنعمل مع بعض الطريقة، وبعد ما تخلصي الكمية ممكن تحفظيها في كيس وتحطيها في الفريزر. بتقعد معاكي، واول ما بتطلعي بتسيبيه كده 10 دقايق يفك، بيكون زي الطازة بالظبط. يلا بقى بينا نشوف الطريقة. معايا كده نص كيلو من الدقيق، معايا معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من السكر، وهنبتدي نقلبهم كده كويس. وهننزل بمية دافية، كوباية مية دافية ننزل بيها بالتدريج لحد العجينة بتاعتي ما هتلم معايا وهتكون طرية زي ما هتشوفوا. هنزل كده شوية شوية، ما ننزلش بالكوباية مرة واحدة لان نوع الدقيق بيفرق. انا هنا كده حبة حبة هبتدي انزل بالمية. هو النص كيلو خد معايا الكوباية، بس برضو قلنا ننزل بالتدريج، ما ننزلش بيها مرة واحدة. هبتدي بقى اعجن كويس جدا علشان تاخدي احسن نتيجة من العجينة بتاعتك. لازم تتعجن كويس جدا. افضل اعجن فيها زي ما انتوا شايفين كده. واول ما اخلص عجن هبتدي ان انا اجيب البولة بتاعتي اللي انا عملت فيها في الاول، وهبتدي احط فيها العجينة بتاعتي. انا هنا ما ريحتش العجينة في الاول، انا كورتها الاول وبعدين سبتها ترتاح. عايزة تسيبها ترتاح الاول وبعدين تشكليها على مش هتفرق يعني، على حسب انتي حابة ايه. انا هنا كده ابتديت ان انا اكورها، ويا ريت الكور تكون كلها مقاس واحد. انتي بايدك كده حاولي تطلعيها مقاس بعض او قد بعض علشان الرقاق بتاعك يكون قد بعضه، لان احنا كمان هنا هنعملهم على بعض، مش كل رقاقة لوحديها. الرقاق الناشف هو نفس العجينة ونفس الطريقة وكل حاجة، بس هتسويه رقاقة رقاقة، واحدة واحدة كده علشان ينشف معاكي. السوا بس بتاعه هو اللي بيختلف. سبته بقى يرتاح كده 10 دقايق بعد ما كورته، وهبتدي اجيب معلقتين الزيت. ده بقى المكون السحري اللي مش هيخلي الرقاق بتاعنا يلزق في بعضه. معلقتين زيت، معاهم كده معلقتين كبار من النشا، وابتدي اقلب الخليط بتاعي كويس. ده كده اللي مش هيخلي الرقاق بتاعي يلزق في بعضه، هيخليه يفك منك بكل سهولة في السوا. هبتدي بقى اجيب العجينة بتاعتي كده افتحها، يعني يا دوب هفرد الرقاقة حاجة بسيطة بالنشابة بتاعتي. انا هنا كده هعمل 4 مع بعض. لو انتي اول مرة تعملي، عايزة تبدأي باتنين بتلاتة زي ما انتي حابة. لقيتي الموضوع مشي معاكي ولقيتي نفسك يعني تمام، زودي برضو مفيش مشاكل. ممكن توصلي لحد 5 رقات، مش هيجرى اي حاجة. ما بين بقى كل واحدة وواحدة كده هبتدي ان انا ادهن طبقة من الخليط اللي احنا عاملينه بالزيت والنشا. هدهن كويس جدا، والاطراف ركزي عليها برضو تكوني دهناها كويس جدا، علشان الحتة اللي مش هتدهن كويس هتلزق منك. نركز بقى في الخطوة دي اللي هي بتاعت الزيت والنشا اللي هي ما بين الطبقات، علشان تاخدي برضو احلى نتيجة في الفرد. هنسيبهم يرتاحوا على جنب كده الاربع رقات على بعض، وابتدي ان انا اشكل الكمية بتاعتي كلها تكون جاهزة كلها على الفرد على طول. هبتدي كده اجيب الاربعة التانيين ونفس الطريقة كده مع بعض، وتلاتة كمان
بيكونوا هم اخر حاجة. النص كيلو دقيق عمل معانا 10 رقاقات، كمية حلوة برضو مش قليلة. دول بقى 3 اهو بوريهم لكم اخر حاجة. هبتدي بقى اجيب اول حاجة انا عملتها وابتدي ان انا افردها بالنشابة كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. العجينة ما شاء الله في ايدي، وكمان علشان العجينة ارتاحت فبتريحك في الفرد. هفردها بقى كويس. انا هنا كده قلبتها على الناحية التانية، لقيت الرقاقة اللي هي في الاخر مش مفرودة معاهم كويس، ففردتها كده بايدي. حتى انتوا تلاحظوا برضو ان هي من دلوقتي مش لازقة ما شاء الله. هبتدي بقى افردها كويس جدا كده. ده خلاص الحجم بتاعها المظبوط. هبتدي بقى اخدها كده وصينية على النار هكفيها على وشها كده، وهنبتدي ان احنا نسوي على القاعدة بتاعتها. انا هنا كده حطيتها على الصينية، بس هوريكم بس كمان مرة المقطع ده، وبعدين هنرجع للتسوية مع بعض. ده كده الاربعة التانيين انا جهزتهم معايا على طول بالشكل اللي انتوا شايفينه، ما بياخدش اي وقت لا في التسوية ولا في الفرد ولا في العجن ولا في اي حاجة. هنا كده هفرده بالشكل اللي انا فردت بيه الجزء الاولاني. ويلا بقى عشان نشوف التسوية بتاعتنا اللي هي اهم خطوة مع بعض. قلنا كده هنسوي على القاعدة بتاعة الصينية، والنار بتاعتك تكون عالية ما تكونش وسط او هادية، على اعلى درجة حرارة. وهنبتدي نسوي. هياخد يدوب دقيقة او دقيقتين بالكتير وهيكون جاهز معاك. يعني دي على الجنب ده ودي على الجنب التاني. بس كده خليكي واقفة جنبه على طول. شايفين هو بدأ من نفسه يفك من غير ما اجي جنبه خالص، ابتدى ان هو يفك معايا. بس ده كده علشان كان ما شاء الله كبير على حجم الصينية بتاعتي، فالحروف بأكد عليها بس ان هي تيجي على الصينية علشان كله يكون مستوي مع بعض. الحروف بتاعتي تكون كمان واخدة سوا وتبتدي ان هي تفك معايا. هنا كده هيبدأ زي ما انتوا شايفين بقى، هيفك معايا بكل سهولة. هو فك لوحده، انا محتاجتش ان انا افكه. شايفين ولا بيلزق معاكي ولا بيجراله اي حاجة. انت تقدري في الخطوة دي خلاص على كده انت شيليه بقى، حطيه كده في الفوطة بتاعة المطبخ بتاعتك تكون نظيفة، وتبتدي ان انت تفكيه على طول. عايزة تسيبيه لحد ما يبرد شوية عادي جدا مفيش مشاكل. بس شايفين بيفك ما شاء الله ازاي ومش بيلزق معاه. ولو في واحدة اتقطعت منك وانت بتفكي عادي جدا مفيش اي مشاكل، هتتدارى في صينية الرقاق. دي كده الكمية بتاعتي انا بس بوريها لكم. بس انا هنا كده يعني سايباها من غير الفوطة عشان بس اوريكم، لكن انتي خلي فيه فوطة جنبك على الصينية وتطلعي وتلفيه في الفوطة على طول علشان ما ينشفش منك. شايفين الاتنين الاولانيين فكوا اللي على الوش ده وعلى الوش ده اللي هما في الصينية من تحت، ودول الاتنين اللي في النص. شايفين كله كده فك معايا ازاي.